يا ترى كم مرة سمعت وانت في المدرسة عن القانون اللي بيقول ان السرعة بتساوي المسافة على الزمن؟ لكن وقتها كان عندنا تصور عن الزمن من نظريات اسحاق نيوتن، وهو ان الزمن مطلق، بمعنى انه لو حد لبس ساعة في اي مكان على كوكب الارض وحد تاني لبس نفس الساعة على كوكب المشتري مثلا، فالاتنين هيشوفوا نفس الحاجة بالظبط، نفس الزمن، نفس التوقيت بالثانية، لحد ما جه واحد بيصنف من اذكى الناس اللي جت في تاريخ كوكب الارض، وهو العالم ألبرت أينشتاين، علشان يطلع بنظريات بتثبت إن نظرية إسحاق نيوتن عن الزمن كانت غلط شوية، وإن الزمن نسبي ومش مطلق. أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلماينز، واللي هنتكلم فيها عن الزمكان. وقبل ما نبدأ الحلقة بفكرك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تشوف حلقاتنا الجاية كلها. سنة 1915 خرج ألبرت أينشتاين بالنظرية النسبية العامة، واللي قال فيها إن الزمن نسبي ومش مطلق، وإنه بيعتمد كمان على حركة الشخص اللي بيقيس الزمن ده، بمعنى إن لو في اتنين موجودين في نفس المكان والاتنين بيقيسوا الزمن وهما بيتحركوا بسرعة مختلفة، فالزمن هيعدي أبطأ على اللي بيتحرك أسرع. ومن وقتها اختلف مفهوم الزمن تماما في الأوساط العلمية، وبدأ عصر جديد من الفيزياء وهو عصر ألبرت أينشتاين. وبدأنا وقتها نفهم العلاقة الحقيقية بين الزمن والسرعة، وبشكل أوضح بين الزمن والمكان. وبعد ما أينشتاين أنهى نظريته النسبية الخاصة، واللي كانت بتتمحور حوالين سرعة الضوء، وهل في حاجة أسرع من الضوء ولا لأ، وإذا كان ممكن سرعة الضوء دي بتختلف باختلاف سرعة مصدره، ولا سرعة الضوء ثابتة مهما زادت أو قلت سرعة المصدر اللي خارج منه الضوء ده. وبعد ما وصل إن سرعة الضوء ثابتة مهما حصلت متغيرات، واللي وصل أينشتاين إنها بتساوي 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة، بدأت تجيله أفكار إن لازم يكون في عامل هو اللي بيأثر وبيخلي سرعة الضوء ثابتة مهما حصل. أصل لو افترضنا مثلا إن في واحد راكب عربية وماشي بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وهو مشغل كشاف عربيته، ازاي في الحالة دي سرعة الضوء اللي خارج من كشاف العربية هتبقى هي سرعة الضوء اللي خارج من كشاف عربية تانية هتكون ماشية بسرعة 150 كيلومتر في الساعة الواحدة؟ كده في حاجة غلط. مصدر الضوء سرعته زادت بمرة ونص، يبقى ازاي سرعة الضوء هتفضل ثابتة زي ما هي؟ وهنا ألبرت أينشتاين ما كانش عنده حل غير انه يفكر في عامل تالت هو اللي بيأثر على الموضوع كله، عامل تالت هو اللي بيعوض فرق السرعة بتاعة مصدر الضوء علشان تفضل سرعة الضوء نفسه ثابتة زي ما هي، لحد ما وصل أينشتاين لفكرة عن تباطؤ الزمن باختلاف السرعة اللي بيتحرك بيها الجسم. لكن قبل ما نبدأ نشرح الجزء ده، بفكرك يا صديقي تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. دعمك ليا هيخليني استمر في تقديم المحتوى ده بأفكار أفضل إن شاء الله. ببساطة أينشتاين استنتج إن مرور الزمن بيكون أبطأ كل ما زادت سرعة الجسم، وبالتالي هتفضل سرعة الضوء اللي خارج من الجسم ده ثابتة ومش بتتغير، زي المثل اللي قلناه لما اتكلمنا على العربية اللي بتمشي 100 كيلومتر في الساعة وهي مشغلة كشاف النور وخارج منها الضوء. العربية دي لو زادت سرعتها للضعف فهتبقى بتمشي نفس ال 100 كيلومتر بس في نص ساعة مش في ساعة، وبالتالي هتكون زيادة سرعة الجسم قابلها من الناحية التانية تباطؤ في مرور الزمن على الجسم ده، علشان تفضل سرعة الضوء اللي خارج من الجسم ثابتة ومش بتتغير. ومن هنا تيجي العلاقة اللي بتربط بين الزمن والمكان والسرعة. وبما ان الزمن بقى معتمد على ان الجسم بيتحرك بسرعة قد ايه، يبقى الزمن اللي اتحرك فيه الجسم والمكان اللي موجود فيه بقى بينهم علاقة قوية، وما بقيناش نقدر نوصف اي سرعة للجسم غير لما نشوف هو اتحرك فين وفي زمن قد ايه. وعشان يدمج اينشتاين العلاقة دي طلع لينا بمسمى الزمكان. وباختصار شديد، الزمكان هو النسيج الوهمي اللي بيتكون منه كل حاجة في الكون، النسيج اللي بيحتوي على كل الاجرام الفلكية بما فيهم النجوم والاقمار والكواكب والمجرات. نسيج الزمكان بنعبر عنه كأنه قطعة قماشة مشدودة من كل اتجاه، وكل حاجة بتدخل جواه بتعمل حاجة شبه المطبات جوه النسيج ده، وده اللي بنسميه انحناء الزمكان. المطبات دي بتصعب شوية من الحركة في خط مستقيم، وبالتالي أي جسم هيتحرك جوه نسيج الزمكان بيتحرك في مسار منحني، ودي الحاجة اللي بتفسر لينا ليه الضوء ممكن يتحرك في مسارات منحنية. وبسبب كده انت ممكن تبص في السماء وتشوف نجم في مكان معين وما يكونش هو ده مكانه الحقيقي، وده ببساطة لأن الضوء اللي خارج من النجم ده ممشيش في خط مستقيم لحد ما وصل لعينيك، فبالتالي أكيد المكان اللي انت شايفه للنجم ده مش هو مكانه الحقيقي. كل حاجة ممكن تكون موجودة داخل نسيج الزمكان بتكون موجودة في النظام رباعي الأبعاد، اللي هما الطول والعرض والارتفاع والزمن، والزمن هو الوحيد منهم اللي مش ممكن نشوفه. ولو جينا بصينا تاني على مجسم الزمكان هنلاقي ان اكتر جسم ممكن يتسبب في مطبات او انحناء في نسيج الزمكان هو اكتر جسم ممكن يجذب الاشياء ليه. ومن هنا بنفسر ليه الكواكب بتدور حوالين الشمس، ومن هنا برضو بنخرج بمفهوم تاني للجاذبية ممكن نبقى نعمل عنه حلقة مفصلة. اينشتاين ونظرياته كانت سابقة كل العلماء والمعادلات والاكتشافات الفيزيائية،
ومحدش عارف ايه تاني ممكن يتحقق او العلم يثبته من تنبؤات اينشتاين. دي كانت كل معلوماتنا في حلقة النهاردة من مسلماينز. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان توصلكم فيديوهاتنا الجاية كلها.